فلما جلد أبو بكر قال، الحين انجلدوا، أبو بكر مصر على كلامه، قال أشهد أن المغيرة زان. الحين شنو بيصير؟ بيصير كأن شهادة من جديد، يعني عفوا قذف من جديد، فيستدعي أنه يجلد شنو بعد مرة 80. أشهد أن المغيرة زان، ما تراجع عن كلامي. فقال عمر حدوه، قذف مرة ثانية، اجلدوه 80 جلدة. فقال، يعني للأسف شوف كثر دقة، يعني مو دقة وإنما أقصد إيش كثر القضية هامة عندهم في مسألة جلد القاذف واللي يتهم بالزنا وكذا. وشوف المسبات اللي عندنا، أقل شيء يسب بالتهمة هذه فيها، لو أكو حكم إسلامي كل واحد يتكلم هالكلمة هذه يبونه لازم يجلدونه 80 جلدة. مسألة العرض مو مسألة هينة. فقال علي إن جعلتها شهادة، يقول الإمام علي حق الخليفة عمر، إذا بتعتبر هذه شهادة فارجم صاحبك، راح يصيرون 4 شهادات. إذا بتعتبرها شهادة منفصلة عن ذيك، فإذا كانوا 3 وثابتين على كلامهم، وهذا الشهادة الرابعة صار عليه شنو؟ صار عليه حد الرجم اللي هو ثبت النزاني. فقال أبو الفرج فاستتاب عمر أبا بكر، قال له زين ما أجلدك، توب وقول أنا غلطان. ليش؟ حتى إنه يستعدل وضعه، اللي مقام عليه الحد ما يأخذون شهادته بعد، واللي ما يأخذون شهادته يصير معيب في المجتمع، يصير معيب. فقال له توب حتى أن ترجع تقدر تشهد في قضايا ثانية. إنما تستتيبني، يقول له أبو بكر إنما تستتيبني لتقبل شهادتي؟ قال أجل. قال فإني لا أشهد بين 2 ما بقيت في الدنيا. لا يبقى بطلنا، ما نبي خلاص، أنا ما راح أشهد من اليوم ورايح. قال فلما ضربوا الحد قال المغيرة الله أكبر، الحمد لله الذي أخزاكم. فقال عمر اسكت، أخزى الله مكانا رأوك فيه. يعني على الأقل إذا مو ثابتة ذيك الشغلة، فعلى الأقل ثابت أن شافوك في هالموضع. وقال وأقام أبو بكر على قوله، ظل ثابت على كلامه، وكان يقول والله لا أنسى فخذيها، يعني الصورة واضحة عندي. فتاب الاثنان فقبلت شهادتهما بعد ذلك. أي شيء كانوا يشهدون، اللي هو أخوه نافع، وأيضا الآخر اللي هو معبد. هذيل الاثنين قالوا احنا تبنا من كلامنا، لكن ظل أبو بكر مصر. وكان أبو بكر إذا طلب إلى شهادة قال اطلبوا غيري فإن زيادا أفسد علي شهادتي. وروي في الأغاني وفي شرح نهج البلاغة عن الشعبي قال كانت الرقطاء التي رمي بها المغيرة، هذه المرأة، تختلف إليه في أيام إمارته الكوفة. بعدين لما انتقل إلى الكوفة وصار والي في الكوفة، ظلت هي تييله هناك تطلب حوائجها فيقضيها لها. قال أبو الفرج وحج عمر بعد ذلك مرة فوافق الرقطاء بالموسم، شاف الرقطاء والمغيرة يمه فرآها، وكان المغيرة هناك. الآن الخليفة يبي عيرة فيها، فقال له عمر أتعرف هذه؟ قال نعم، هذه أم كلثوم بنت علي. شوف الخبيث شو يبي يقول هذه أم كلثوم البنت الصغيرة اللي أنت تزوجتها غصبا عن الإمام علي أو بإلحاح أو أيا كان بأي عنوان، يبي عيرة أن أنت بتعيرني أنا عايرك. فقال له ويحك أتتجاهل علي؟ والله ما أظن أبا بكر كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء. يعني الخليفة يقول أنا كنت لما أخذت هذا القرار إن ما أجلد إنما أرجمك، خفت أن أعاقب من السماء، لأن القضية كانت واضحة أنك أنت فعلا مرتكب هالجريمة، ولكن أنا تنازلت عنها، فخفت أن أعاقب من السماء. فقال حسان بن ثابت يهجو المغيرة ويذكر هذه القصة: لو أن اللؤم ينسب كان عبدا، لو تبي اللؤم اتجسد بشخصية، كان عبدا، يعني المغيرة كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيفي، المغيرة كان عور. تركت الدين والإسلام لما بدت لك غدوة ذات النصيف، من شفت ذيك المرة هديت دينك وإيمانك كل شيء، ورجعت الصبا وذكرت لهوا
مع القينات في العمر اللطيف. وروى البلاذري في فتوح البلدان أن الخليفة عمر بن الخطاب لما أراد أن يوليه الكوفة بعدين بعد هذه الواقعة قال له: إن وليتك الكوفة أتعود إلى شيء مما قرفت به؟ راح تكررها وتسوي الفضيحة هذه؟ قال: لا، خلاص. فعينه في الموقع. لما جلد أبو بكر أمرت أم كلثوم بنت عقبة اخت الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ذكرنا الفاسق مرتين في القرآن. أم كلثوم اخته هذه بنت عقبة بن أبي معيط، هذه أم كلثوم أسلمت قبل الهجرة، ولكن كانت مو متزوجة وما حد يقدر ينقلها إلى مكة، وأهلها كفار، أبوها من رؤوس الكفار، إخوانها كفار، فهي ظلت في مكة إلى سنة 7 انحاشت. سنة 7 بعد صارت صلح الحديبية، وأي واحد يبي يسلم يطلع من هالصوب، أي واحد يبي يكون في حلف الكفار كذا. تدرون بنود الشروط هذه مالت الحديبية، هذه خرجت من مكة لوحدها، ورافقها أحد الرجال يعني أمان لها إلى أن وصلها إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هي تقول أن آية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن نزلت فيها، إن شكوا فيها كذا، فقال نزلت الآية أن اختبروها شوفوا إيمانها حقيقي كذا، وثبت إيمانها، وبالتالي سنة 7 دخلت في الإسلام. أم كلثوم تزوجها زيد بن حارثة أبو أسامة بن زيد وربيب الرسول. زيد بن حارثة زوج زينب بنت عمة الرسول وطلقها، فهي زوجة زيد. لما استشهد زيد في معركة مؤتة تزوجها الزبير بن العوام. هي تقول بأن الزبير كان ضرابا للنساء، كان دائما يطق زوجاته، فطلبت منه الطلاق. الآن قصة طلاقها مروية بشكلين. مرة تقول كانت حامل هي، طبعا تقول أنا كنت في الشهر السابع ويابت منه بنت سمتها زينب، كنت حامل بالشهر السابع، وبعدين هو سافر وطلبت منه الطلاق وكذا فطلقني. على ما سافر ورجع أنا كنت والدة وكل شيء، وراحت تزوجت عبد الرحمن بن عوف. الرواية الثانية لا، كانت تلح عليه وهي حامل، وهو قاعد يتوضأ قالت له طلقني طلقني، في أثناء وضوءه قال أنت طالق، فطلقها. بعد العدة بعد ما ولدت راحت زوجت عبد الرحمن بن عوف، ويابت منه 4 أولاد على ما أذكر. ثم بعد ذلك لما توفى عبد الرحمن بن عوف تزوجها عمرو بن العاص. فهي تقول لما شافت فقير هذا جلدوه بهالشكل وكذي ظهره بعد انسلخ، فحتى يطيب سوت له نوع من العلاج. شنو هذا العلاج؟ اقترحت عليهم كذي، أمرت بشاة فسلخت، يابوا شاة وسلخوا جلدها، وعلى طول وهو على هالوضع الجلد يابوه حطوه شنو على ظهر هذا أبو بكر حتى يتعالج. ثم ألبس مسكها، يعني الجلد مال الخروف هذا الشاة، فهل هذا إلا من ضرب شديد؟ الراوي يقول يعني هل هذا إلا من ضرب شديد، يعني انسلخ جلده عدل اللي كان يحتاج إلى أنه يتغطى حتى لا يلتهب، حتى بسرعة يطيب وكذا. فهي أمرت بمثل هذا. نكتفي بهالمقدار إن شاء الله، يكون لنا تتمة في يوم آخر، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.